السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل محشي كوسة وفلفل اخضر، يعني حاجة كده للمبتدئين، للي لسه اول مرة حابة تعمل محشي فلفل او كوسة بكل سهولة وبأسهل طريقة. مش هتتضايقي ولا تبقى عاملة حساب خالص لأي حاجة انا عملته وانا واقفة كده. هتجيبي الفلفل بتاع، طبعا على حسب ما انت بتحبي الحجم، الفلفلية قد ايه او الكوساية قد ايه. دي حاجة ترجع لك انت. انا جبت الصينيتين اللي هعمل فيها. طبعا ما بحبش ان انا احط فلفل وكوسة الا اذا يعني ايه، كنت مضطرية ان انا احط الاتنين مع بعض، لكن احب احط الفلفل لوحده والكوسة لوحدها. واقور واخلي الفلفل واحطه في صينيته. ابقى عارفه الصينيه هتاخد قد ايه عشان ما اتفاجئش وانا بحشي ان الصينيه لسه عايزه وانا ما عنديش. هنا هقور الفلفل زي بالطريقه اللي انت بقى بتحبيها. انا بحب الطريقه ديت ومعتمداها بصراحه. حابه تعملي الطريقه اللي هي التقليديه اللي بتيجي كده في التلفزيون وفي المطابخ، ان انت تشيلي القمعايه وتحشي منها البتاع الابيض البذر ده وترجعي تغطيها طبعا، بس ما بتشيلهاش للاخر يعني. براحتك يعني، دي حاجة ترجع لك. والكوساية برضو زي ما قلت، انا بحب الحجم ده، ما بحبش الحجم الرفيع قوي، علشان اعرف ان انا اقورها. ولو حابة تقوريها بحالها براحتك، حابة تقسميها بالنص براحتك. انا بصراحة بحب ان انا اقسمها بالنص، بس هعمل واحدة كده وواحدة كده عشان تعرفي تعمليها ازاي. انا طبعا بحب ان انا اكحطها كده. لو انت حابه تسيبيها، يعني في ناس بتحب تسيبها بحالها كده. بصراحه عملتها مره من سنين السنين، يمكن اكتر من 20 سنه، وما عدتهاش تاني. ما كل واحد على حسب ذوقه في الطبخ، وعلى حسب ذوقه وهو بيستطعم الاكل. ما حبيتش طعم الكوسه بقشرها كده، حبيت ان انا اكحطها الاول. التقوير بقى مش لازم تحطي المقوار الكبير مرة واحدة. لما تكون الكوسية صغيرة لازم تسلكي الأول بالمقوار الصغير الرفيع، علشان تعملي مجرى كده للمقوار الكبير. تمام. او لو انت بقى شاطره وحابه وبتعرفي تعملي، دي حاجه ترجع لك، فاهمه؟ يعني انا لما بشتغل انا بعمل على طول بالمقوار الكبير. بس كأنت مبتدئه ولسه اول مره هتقوري مثلا الكوسيه، ابدأي الاول تعملي معاكي بالمقوار الصغير، وبعد كده اعملي بالمقوار الكبير. لان زي ما انتم عارفين المقوار الكبير بيسعف معاكي في التقوير بصراحه، سواء كان في كوسه او بتنجان، بيخلص معايا بسرعة عن المقوار الصغير. خلاص. الكوسة بقى على حسب تقويرها، ما انتي بتحبي تقويرها. في ناس بتحبها تخينة شوية، في ناس بتحب، بصراحة انا بحبها رفيعة. يعني انا انت شايفين كده، انا قورتها كمان شوية، لسه فيها شوية بيض في من تحت كده، هجيبهم بالمقوار الصغير لانه طويل شوية عن المقوار ده. هعمل بقى واحدة، انا بقى دي طريقتي اللي انا معتمداها، بحب ان انا اعمل كده. بتسهل معايا في التقوير في ثواني، ما بتاخدش اي حاجة، وما بتحتاجيش ان انت تعملي بمقورين. لا، على طول بالمقور الكبير وبتقوري. وبتكوني متحكمة حلو كمان في الكوساية، قطعة صغيرة في ايديكي متحكمة فيها كويس، وبتشوفي ازاي هي فيها او ما فيهاش اتقورت حلو. بتبقى بصراحة انا برجح ديت وبحبها وبعتمدها وما بغيرهاش ابدا. طبعا لو حابه تكحطي بالنص ماشي، حابه تكحطيها وهي كبيره ماشي. انا حبيت يعني اقول لك، حتى لو انت قسمتيها ممكن تكحطيها ايه عادي خالص. انا اهوت، انا كحطت كده لسه ما غسلتهاش، وانا قاعده كده اهوت. جبت طبعا الترابيزه وقعدت على الارض كمان، وقورتهم وطلعت فيهم. طبعا اتبقى من التلاتة كيلو الاربع كوسات دولت، ومن الفلفلتين دولت، من الكيلو الفلفل الاتنين دول. طبعا زي ما قلنا اهوت، لو انت حابه تعملي نصاص براحتك، حابه تعملي واحده طويله براحتك. هبدا بقى ايه، اعمل ايه بقى. هجيب طبعا، احنا كلنا عارفين صلصه المحشي بيبقى بصل وفلفل. طبعا الفلفل اللي احنا طلعناه من الفلفل واحنا بنقوره كده، طبعا ده ما بيترميش. دي طبعا انا بوريكم الصينيه حطها جنب كده، وقشرت بصل وكل حاجه وهي عندي على المطبخ، وطلعت بقى للطيور عادي خالص. او لو انت بقى هتلمي كده كل ده في كيسه وخلاص. وطبعا بدأت بقى ألف حلة كبيرة. بصراحة ما بحبش، طبعا بوريكم بس المطبخ حواليا اهوت. انا وانا شغالة كده على ما البصلة ما تدبل بتاخد وقت، بكون انا روقت المطبخ، شطفت اي حاجة فيها اطباق، معلقتين، كوباية، ما تقفش كده واقفة على البصلة. لا، اشتغلي حواليكي كده عشان المطبخ يكون نظيف. طبعا انا فرمة الطماطم تقريبا 2 كيلو، بس طماطم حمرا وحلوة.
وفارمه معاهم راس توم. انا ما بدقش التوم ولا بحمره، انا بفرمه في الطماطم كده طبيعي خالص. معايا البهارات بتاعتي: كزبره ناشفه وفلفل اسمر وكمون والسبع بهارات ومعلقه من الجنزبيل، ودول مكعبين كده من مرق الدجاج. طبعا البهارات اللي عندك وحابه تحطيها حطيها. طبعا انا مش هستنى لما الصلصه بتاعتي تستوي، يعني هي قربت تستوي، بس انا مش هحط البهارات الا لما خلاص هطفي عليها، وبعد كده احط البهارات عشان يبقى لها ريحه وطعم في المحشي، طعمها كله ما يروحش في الصلصه. التركايه الجديده اللي بتاعتي انا، اللي انا معتمداها من يمكن 30 سنه بصراحه، من وانا بنت. انا متجوزه بقالي 20 سنه، من وانا عندي مثلا 18 سنه انا بسلق الكوسه، ما بحمرهاش. ما بحبش احمر الكوسه خالص يا جماعه، بسلقها كده في ميه، معلقتين خل على الميه بس مش اكتر، علشان زراء الحله، مش حاجه الخل يعني. واسلق الكوسيه طبعا سليق ايه يعني، مش بتهريها ولا حاجه يعني، كتير قوي قوي بتديها 3 4 دقايق في ميه مغليه بتطرى معاكي الكوسيه. بس انا كنتش عارفه اتحكم لانها كانت سخنه نار. شايفين هي جامده معايا عادي خالص، لان واحده زمان قالت لي انا سلقتها اتهرت مني. لا طبعا انت مش بتطيبيها، انت بتسلق يعني، بتطلعي مثلا ريحه الصلصه، ريحه الكوسه منها، ريحه الجخاره بتاعت الخضار بس منها مش اكتر. طلعت الكوسه نزلت بالفلفل نفس الطريقه، هسويه برضو 3 4 دقايق كده بس في الميه، ياخد غلوتين بس، تحس ان الميه بتغلي بتفور كده، وتشوفي الكوسايه الفلفلايه معاكي اهي زي ما هي، ما اتكسرتش ولا اتقطعت ولا اي حاجه، يا دوبك تطرى بس معاكي كده. حسيت ان هو استوى معاكي، طلعي وحطه في ميه بارده. انا بصراحه حاسه ان هو مش مستوي قوي، وبعدين الجلده بتاعته تخينه. طلعت على طول، حطيت في اطباق كده، ما حطيتش في ميه سخنه. حابه تطلعي كله على بعضه ماشي، بس انا حبيت ان هو عشان ما يسويش بعضه، لان انا طبعا مرققه الكوسه عندي رقيقه، ما بحبهاش تخين. عفوا. عندي الصلصه حطيت فيها البهارات، وطبعا الرز انا غسلته وخرطت عليه الخضره، وكنت حاطه عليه معلقتين زيت، بس انا قلت اختصارا بس عشان الفيديو ما يكونش طويل، دي طريقتي في خلطه المحشي. وطبعا معلقتين زيت في كل صينيه كده، بايديكي بقى كده. انا بس هحشي معاكم واحده برضو علشان وانا واقفه والله في المطبخ على الترابيزه، ما بياخدش وقت بقى المحشي بتاع الفلفل والكوسه والبتنجان وانت واقفه كده. وبحب ان انا بقى احشيه، مش ان انت يبقى مهوي كده، تيجي تاكلي الفلفلايه او الكوسايه تبقى معجنه معاكي، لا. طبعا انا كنت لسه ما مسحتش الصينيه وحطيت كده، هحشي من كل واحده، رجعتهم تاني في الحله للامانه، ومسحت بايد الصينيه كده، وبدات احشي وانا واقفه ما خدش حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين بملى الكوسيه على الاخر من بدايتها، علشان المحشي يكون معاكي مفلفل وحلو، ويكون مستوي ما يكونش معجن، وتيجي تاكلي كده تحسي نفسك ان انت بتاكلي حاجه ميه كده. مش شايفين استوى الكوسه اهيت؟ بحط الوش يعني الجنبين المفتوحين لبعض، عشان الرز ما يسيبش كله في الصينيه وهو اللي بعد ما يستوي، كل اتنين مقابلين بعض كده. دي طبعا الكيلو لما كمله اتسلق بيخس شويه، اضطريت ان انا اجيب واحده نيه وقورتها يعني وحطيتها. كان محتاج واحده، المفروض ان انا كنت اعمل واحده زياده بصراحه. انا قلت هبقى احط كوسايه ولا حاجه، بصراحه هحتاج ان انا احط فلفلايه، والكوسه كانت مظبوطه. عايزه اقول لكم ان كنا يوم الخميس جهزت الحاجه دي كده يوم الخميس، وغطيتها ودخلتها التلاجة. كنا كده تاني يوم قسما بالله، احنا كده كنا يوم الجمعه النهارده. طلعت قمت الصبح ولحت على البطه بتاعتي لما طابت واستوت، اخدت بقى الشوربه وحطيت الفلفل الاول، لان الفرن لو هتحط بقى في الفرن الغاز هتحط الاتنين مع بعض. انا بقى حطيت في فرن الحراري واحده بعد واحده. طبعا بحب اغطي المحشي بتاعي، يعني تغطي الفلفلايه، لو الفلفل حاسه ان هو فلفل كبير وعالي شويه، مش لازم تغطي الفلفلايه العاليه، المهم ان اكتر الفلفل يكون متغطي وكله هيستوي هيبقى مفلفل، وتغطيه كده بالسلوفان او بصينيه وتدخليه الفرن. ده يعني على اخر حاجه بصراحه. ورجعت طلعت الفلفل ودخلت الكوسه، وبرده نفس طريقه الميه، طريقه حلوه وسهله وممتازه. والفلفل كان طيب ومفلفل، انا كنت بسجل بعد الصلاه. بسم الله ما شاء الله كان طعمه جميل بصراحه. ما حبيتش ان انا ابوظ منظر الصينيه، لان كنت لسه هعمل منه فيديو شورتس، علشان كده ما بوظتش قوي الفلفلايه يعني، الكوسايه قصدي المحشايه. ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه واتبسطتم وطلعت منه ولو بمعلومة صغيرة.
وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.